بداية طبعا المولد أو الميلاد في مدينة شندي العريقة، حيث ولدت في عام 1940، ونشأت وترعرعت فيها وأكملت كل فصول الدراسة فيها، من ابتدائي ومن متوسط ومن كلية التربية. ومن أنا في عمر صغير، يمكن في سن 11 12 سنة، بدأت أشعر بأنه أنا عندي ميول فنية، وكنت وقتها أتابع الإذاعة. طبعا ما كان في تلفزيون، وفي ذلك الوقت كان في العمالقة من الفنانين الكبار أمثال كاشف وأحمد المصطفى وحسن عطية والتاج مصطفى، وهذه الزمرة من الفنانين المبدعين الذين أسروا وجدان الأمة السودانية بهذه الأغنيات التي لا زالت في وجدان الناس. منهم تعلمنا، ومنهم تواصلنا ووصلنا إلى الناس بعض الأغنيات التي أتمنى أن أود طريقها إلى قلوبهم. كما في تلك المرحلة بالذات لم يكن عندي في شندي ما أستند إليه من مرجع غير الإذاعة، وكنت دائما أتواصل معها في كل برنامج من برامج الإذاعة التي تقدمها، وكان أبرزها في ذلك الوقت برنامج ما يطلبه المستمعون، الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر كل عصر جمعة، وكانت تقدم فيه أجمل الأغنيات لكبار الفنانين، وكنا نحفظها على ظهر قلب ونرددها في ليالينا في المدارس أو في ليالينا الخاصة في منازلنا. ومن ذلك الحين شعرت بأن الفن يسري في عروقي، وبعد أن تخرجت في كلية التربية التحقت بالتدريس طبعا، وعملت في بعض المدارس. جيت الخرطوم في الستينات عن طريق الفرق التي كانت تأتي من أنحاء السودان الشمال والجنوب، وكانت يسمونها فرق المديريات، من شمال السودان ومن جنوب السودان ومن الشرق ومن الغرب، وكانت تأتي فيها المواهب لتحيي ليالي في الخرطوم، وفي اندمان بالتحديد في المسرح القومي. وفي حينها كان الحكم العسكري للفريق عبود. أنا كنت طبعا أعمل مدرس في ودبان نقا، والعم طلعت فريد يبدو أنه سمع بأني أنا كموهبة في منطقة شندي، فأرسل خطاب لناظر المدرسة اللي كنت أنا بعمل فيها، وطلب مني أنه يسمح لي بأني أروح عصبرة عشان ما التحق بالفرق الشمالي. وكان وقتها كبير ضباط الإعلام عمنا إدريس البنا، فذهبت إلى عصبرة ولقيت منهم ترحاب شديد جدا جدا، وجيت مع الفرقة. وقتها كان فيها الدكتور دلوقتي في معهد الموسيقى مكي سيد أحمد، وكان فيها بعض الفنانين من بينهم المرحوم حسن خليفة العصبراوي، وكان في ثنائي برضو، وكانت معنا فنانة برضو اسمها آمنة عبد الله. وجينا وقدمنا عرض جميل جدا جدا، ومن ذلك الوقت أنا بدأ اسمي يلمع. ومن بين الأغنيات اللي كان لها دور كبير في إظهاري ونجاحي كفنان كانت أغنية أيام الخوالي، كانت لإبراهيم سيد أحمد،
الجيش، عمل ضابط في الجيش، وهو أخ لدكتور مكي سيد أحمد. وأيضا كنت عملت أنا برضو أغنية خاصة بي أنا اسمها أماني كفان عليك يا حبيب تسلاني، وأغنيتين من أغاني الحقيبة اللي هي عنده حظة مع مالي، وأغنية أفكر فيه وأتأمل، وقدمته في المسرح في تلك السهرة، وكانت يعني لها صدى كبير جدا جدا في نفوس الناس. ومن ذلك الوقت وأنا بدأ يعني الناس يحسوا بالطيب عبد الله، ووجدت نفسي طبعا في وضع يعني لابد من أنه أنا أواصل المشوار وأقيف مع زملاء أذكرهم، من بينهم الأخ اسمه حسين والأستاذ محمد وردي. وبالمناسبة محمد وردي ده درسني أنا في الكتاب، كذلك أحمد مصطفى حسن عطية والكاشف، ووجدت منهم ترحاب كبير جدا جدا. فوجدت نفسي طبعا يعني عشان أواكب تلك الفترة الجميلة وأقيف مع هؤلاء الفنانين العمالقة، لا بد لي كان من أن يكون عندي إنتاج خاص بي أنا، وكلمات جديدة وألحان طبعا مغايرة مختلفة عن الشيء اللي كان موجود في الساحة. فصدف أنه في مجلة كان اسمها مجلة هنا أم درمان، اللي هي كانت في الآخر مجلة الإذاعة، وثاني مجلة الإذاعة والتلفزيون بعد ما ظهر التلفزيون. بالصدفة أنا بقلب في المجلة دي لأنها كانت بتجيب أخبار الفنانين، لقيت أغنية بعنوان أبيض ضميرك لإسحاق الحلنجي. ووقتها طبعا إسحاق ما كان معروف بالنسبة للناس، ولا كان عنده شيء في الإذاعة، ولا في فنان سجل له قبل كده، وكان طبعا يعني صغير أنا شخصيا. لكن لقيت الكلمات وقريت الكلمات عجبتني، مسكت العود لحنتها، فحسيت بأن هذه الكلمات يعني زي وجدت فيها يعني نفسي، وما تعبتني كثير في اللحن، فلحنتها. وكانت البداية بداية اللحن زي ما انتم سمعتوها، يمكن ما في تغيير كثير، وأوريكم كانت كيف البداية بتاعت اللحن. طبعا أغنية أبيض ضميرك أنا كتبتها عام 1968 في كسلة، وأجبت الحقيقة بالكلمات، ففكرت إني أرسلها لمجلة الإذاعة والتلفزيون عشان تنشر وتزداد فرحتي بها. الشيء اللي كان عامل لي هاجس إنه الأخ محمد الحويج المشرف على الصفحة الفنية كان قاسي جدا على نشاط الشعراء، يعني كان بيقول الحقيقة قصيدة حلوة حلوة، ما حلوة على طول ما بيرحم. ف يعني ممكن يقول دي قصيدة ولا كون بطاطس، ولا دي قصيدة ولا كده ولا كده، وأنا خايف جدا من الحتة دي، فكان صايبني هاجس شديد جدا جدا. فلما نشر الحويج القصيدة، مش نشرها كمان يعني نشر عادي، أداه فرح عالي جدا في الصفحة، وعلق إنه هذا الشاعر أتنبأ له أن يكون يوما شاعرا كده 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 يعني. ودي زادت عن منتجة جابتني ظروف كده الخرطوم، وكنت سامع الأغنية في الراديو. طبعا هي وصلت لطيب عبد الله عن طريق مجلة الإذاعة والتلفزيون، وأيامها كان الطيب معلم في مدينة شندي، وأجب القصيدة ولحنها بدون ما يعرف شاعرها.
وانا استمعت لها بدون ما عارف الطيب او اشوفه حتى يعني. فقلنا التقينا في الاذاعه السودانيه في مكتب في الاستقبال، وقاعد وانا قاعد جنبه على طول. فسالوا الموظف بتاع الاستقبال يا سيد انت عايز تقابل منو؟ في الاذاعه. قال لي انا عايز اقابل الاستاذ احمد الزبير مقدم برنامج اشكال والوان. طيب قال له اسمك؟ قال له الطيب عبد الله. وعايل لي انا يعني انت يا استاذ عايز تقابل منو؟ قلت له يا اخي انا عايز اقابل الاستاذ احمد الزبير برضه. اسمك؟ قلت له اسحاق الحلقي. فكان يا اخي قال لي انت اسحاق الحلقي وانت الطيب عبد الله. فكانت معرفتنا في الحته دي بالنسبه للاذاعه. وطيب فعلا نجح نجاح باهر جدا في انه يوصل الاغنيه للناس، بدليل انها الى هذه اللحظه لا تزال تنبض ولا تزال حيه ومشرقه يعني. وفعلا هي من الاغنيات اللي انا بحبها لانها كانت فاتحه خير بالنسبه لي. هي مهدت في انه بقيه مطر الافراح يعني يرش. ومن هنا انا بحييه وبحيي ايامه الجميله، وبتمنى انه ربنا يلمنا به هنا في السودان في اقرب فرصه ممكنه عشان ما يتلموا هلالين مع بعض يعملوا قمر يعني. انت يلي ابيض ضميرك، انت يلي ابيض ضميرك، صافي زي قلب الرضيع، في كلامك في كلامك في ابتسامك، في كلامك وفي ابتسامك، في كلامك وفي ابتسامك، أحلى من زهر الربيع. عشت موت هيئلي حبك كل أيامي وحنانك، عشت موت هيئلي حبك كل أيامي وحنانك، وابتساماتك عزيزة بحر قلبي هات عشانك، بحر قلبي هات عشانك، كنت شايلك في عيوني باني ليك ارفع مكانك، كنت شايلك في عيوني باني ليك ارفع مكانك، بس لقيتك انت جاير، بس لقيتك انت جاير تظلم الحب بالمهانة.
والدموع السايلة مني يا مسالات حرقتني. الدموع السايلة مني يا مسالات حرقتني. والظنون الحرقة قلبي كم شقتني وارهقتني. الظنون الحرقة قلبي كم شقتني وارهقتني. وعشق وهان انطوتني. كنت بجني شقاك محنة وعشق وهان انطوتني. وكم عينيك بافتدانا بالمآسي كم سقتني. وكم عينيك بافتدانا بالمآسي كم سقتني. انت يلي ابيض ضميرك يلي ابيض ضميرك صافي زي قلب رضيع. في كلامك وفي ابتسامك في كلامك وفي ابتسامك في كلامك وفي ابتسامك في كلامك وفي ابتسامك أحلى من زهر الربيع. المرحلة الثانية يعني أول المرحلة فعلا لها أثر كبير في حياتي. المرحلة اللي اشتغلت فيها في وزارة الثقافة والإعلام وعلى الخصوص يعني على وجه الخصوص في الإذاعة. الفترة دي أنا التقيت فيها بأحسن الناس وأعظم الناس ويعني وأصدقاء الواحد يعني لا يجود بهم الزمان أبدا. عبد الرحمن أحمد، علم الدين حامد، معتصم قبور، صلاح الدين الفاضل، موسى إبراهيم. يعني مرحلة الواحد فعلا يحس فيها بأنه كان سعيد جدا فيها يعني بهؤلاء الناس، لأنهم ما كانوا أبدا كأصدقاء وكناس بيعرفوا أصول العمل الإذاعي، ما كانوا بيبخلوا علينا نحن كفنانين بأي شيء يعني ممكن يقدمنا أو يطور الأغنية، لأنهم هم ذاتهم كانوا فنانين عندهم حس فني عالي جدا جدا. اسمه صالة العرض عبد الرحمن أحمد علم الدين حامد، وكان في برنامج اسمه بدون تكليف لخليل الشريف، وكان في برنامج ليكون علم الدين لزنون بشرى وسير محمد عوض. يعني برامج منوعات على مستوى رفيع جدا جدا من الإبداع. ايوه يعني الجو العام في الاذاعه بالنسبه لي انا كان تقريبا هو له دور كبير جدا في اظهاري انا،
لأنهم هم ما كانوا بيجاملوا أصلا، يعني هؤلاء الناس ما كانوا بيجاملوا. إذا كان الفنان فنان هم بيفتحوا له المجال على أوسع الأبواب، وإذا كان ما فنان بينصحوه على الأقل يعني يبعد من هذا الطريق. أنا شخصيا طبعا يعني علاقتي بهؤلاء الناس اللي أنا ذكرتهم كزميل، أول حاجة كموظف في الإذاعة، يعني دي ما كان لها يعني ما بيخلطوا بين الاثنين على الإطلاق أبدا. ما حسيت في يوم من الأيام أنهم خلطوا بين الاثنين دي يعني. وكانوا في كثير من الأحيان لما يكون في مثلا برامج فيها أغنيات جديدة يجوني حتى وكنت أقدم لهم ما عندهم يعني أغاني جديدة. من بين الأغاني اللي فعلا يعني أنا بفتكر إنها لقت رواج وكان الفضل يرجع فيها لناس ذنون وعلم الدين وعبد الرحمن أحمد، أغنية ليلة الفرح وأغنية السنين والمصير تنجرح. دي كلها أغاني هم يعني جوني في البيت وسجلوها ونقلوها للناس عن طريق الإذاعة. وفي نفس الوقت يعني كنت بحس بأنهم هم عندهم نية خالصة في أنهم يساعدوا أي فنان ناجح. يا فتاتي يا فتاتي ما للهوى بلد كل قلب كل قلب بالحب يفترد وأنا وأنا ما خلقت في وطن بحماه الحب مضطهد وأنا وأنا ما خلقت في
ذنب جنيت فاندلعت ثورة منك خانها الجلد الوداع الوداع قاتلتي ها أنا عن حماك أبتعد الوداع قاتلتي ها أنا عن حماك أبتعد سوف آخذ ضايعا بلد حجر قلب حوائه صلب سوف تنأى خطاي بلد حجر قلب حوائه صلب وسأكتم الجراح في كبدي وسأكتم الجراح في كبدي غايرات ما لها عدد غايرات غايرات ما لها عدد ما لها عدد ما لها عدد ما لها عدد الكلام عن الغربة طبعا أنا صاحب تجربة طويلة. أول مرة قربت للمملكة العربية السعودية كان في سنة 80، وفترة 6 سنوات كنت في الرياض أعمل في جريدة اسمها الجزيرة، وبعدها رجعت السودان لغاية سنة 92. طلعت برضو جيت المملكة، وحتى هذه اللحظة أنا موجود فيها. والمملكة يعني لها أفضال علينا كثيرة، بالرغم أن الغربة طبعا خارج الوطن صعبة جدا، لكن برضو الإنسان دائما في وطنه هو يكون يعني أكثر يعني عطاء وأكثر إبداعا، خاصة الفنان يعني. ويمكن لأني أنا ما أخذت الفن في يوم من الأيام يعني كمهنة، يعني ده كان سبب في أني أنا لكن إن شاء الله أطمن كل الذين يعني يعشقون فن الطيب عبد الله بأني أنا خلاص إن شاء الله عايد، وبإذن الله معي حصيلة ممتازة من الأغنيات الجديدة، وسأظل إن شاء الله في السودان بين الناس، بين الأهل والأحباب وكل الذين يحبون فن الطيب عبد الله. عد بنا يا ليل الفرح داوي القضيب اللي انجرح
عد لينا ما تعذب قلوب ريانة بتطير بالأمل عد لينا قبال الخريف يرحل يسيب أيام للصيف للمحل يمكن تبيد أشواقنا يوم عطيت لي ضيفك بصيف ودينا يا ليل الفرح لكن يا ليل كيف انت عود تتحدى ليل أسود من أحلى العطور رويان يسير كيف انت عود والليل بيتوسد ضفاير حب زي طفلة صغير شايل كيف انت عود والليل بيتوسد ضفاير صغير شايل اتغنى بحلو الاماني الطيب راجيك بالجبال ودينا يا ليل الفرح لكن يا ليل كيف انت عود تتحدى ليه أسود من كيف انت عود والليل بيتوسد ضفاير حب زي طفلة صغير شايل النص شيل كيف انت عود والليل بيتوسد ضفاير حب زي طفلة صغير شايل النص شيل اتغنى بحلو الاماني الطيب راجيك بالجبال ودينا يا ليل الفرح
الطيب عبد الله فنان، يعني جانا فنان، ما كان علينا احنا إلنا في الاذاعه الا احنا نقدم للناس بس. فنان صاحب صوت جميل جدا، صوت فيه كثير من الحزن، وكان مختلف تماما عن كثير من الفنانين اللي جو في الفتره ديك. يعني أنا بتذكر محمد مرغني وثنائي العاصمه وفي العميري، يعني في فنانين مميزين ظهروا او بدأوا يظهروا من خلال الاذاعه ومن خلال ساعه العرض. اتذكر انا في يوم صباحا في حوش الاذاعه قابلت الفني المرحوم النور موسى، معه شاب صغير نحيل اصفر، فقال لي يا ضنقلاوي جاب لك فنان للصاله. فسلمت عليه وقلت له اسمه منو؟ قال لي اسمه الطيب عبد الله. من وين الطيب؟ قال لي من شندي. استاذ يعني فنان استاذ بيسهل علينا حاجات كثيره جدا. فقلت له انت جاي الاذاعه اليوم، يعني عندك شنو في الاذاعه؟ قال لي يا الله جاي اقابل احمد الزبير عشان اشترك في اشكال والوان. كنا سامعين بالطيب عبد الله من خلال اغنيه انتشرت او بدات في الظهور في الوقت ذاك، وهي الابيض ضميرك، لكن ما كان عنده اغنيه في الاذاعه غير الاغنيه دي، وكان قدمها لاحمد الزبير بالعود. فصادفته في الاستوديو بعد اسبوع، كان يوم اتذكر جدا يوم احد، لانه كنت بقرا نشاط الساعه 10 صباحا في الاذاعه. جانا بعد اسبوع وسجلت معه حلقه للصاله غنى فيها. اول ما غنى افكر فيه واتامل اغنيه الحقيبه المشهوره، ومن هذه الاغنيه ومن هذا اللقاء وذكرياته الدراسيه وحبه للفن وحديثه عن عزف وعرف في شن القبيل، يعني اشياء كثيره جدا ذكرها في الصاله في الحلقه. وكان دي بدايه دخوله معانا في مجموعتنا، مجموعه عبد الرحمن احمد وزن بشرى والسير محمد عوض ومحمد البصيري وشخصي اللي مدرسه المشاغبين. وكان معانا في المدرسه لكن ما كان بالعنف بتاعها، يعني كان لسه رقيق وطيب جدا جدا ومسكين، وكان فنان. عشان كده احنا ما كنا يعني كان عندنا رغبه انه يكون معانا في المجموعه دي، لكن كان عندنا رغبه انه يتقدم. احنا يعني كنا معاه في لما يكون عنده حفله او قاعده نمشي معاه. اتعرفنا من خلاله على كثير من الفنانين والشعراء، عرفناه احنا ذاتنا بكثير من الشعراء، واصبح جزء مننا. انا عايز اقول واكد انه احنا ما عندنا اي دور، ما في زول في الاذاعه عنده دور في ظهور الطيب عبد الله، لانه جانا مكتمل، جاء يعني فنان صوته جميل، اداؤه جميل، في صوته الحزن. الشيء الوحيد اللي عملناه احنا قدمنا له الناس، يعني صارت عرض كانت اسمها صاله الطيب عبد الله، كل اسبوع بنجيب الطيب عبد الله يغني لنا اغنيه، حتى لو كانت الاغنيه قدمها الاسبوع اللي قبله. ده كله كان همنا كله انه الطيب ينتشر. وظل الطيب عبد الله معانا في صاله العرض في كل مراحل حياته، يعني انا مسكنا من 68 69 70 الى ان جاء 72 73 حتى دخل بالاغنيه الكبيره جدا، اغنيه نبع الحنان. ثم جينا سافرنا سوا لشندي لاهله هناك، وقدم حلقه من صاله العرض من شندي. هذه الحلقه قدم فيها اغنيه واحده اسمها نمد اليد ونسالم. وبعد اسبوع قدم اغنيه ثانيه جديده اللي هي اغنيه برضه تقول حنتقابل. هذه الاغنيتين ديل لانه الله يعني اتجه اتجاه بتاع غنى كبير، وتعددت وتمددت علاقاته مع عديد من الشعراء ومع الموسيقيين. واذكر انه حاولنا نقول له يا اخي يا طيب حاول انك انت تدي غناك ده لموسيقيين، فكان بيصير انه هو يعني يلحن الاغنيه. قال الاغنيه لما الحنها انا
بيكون فيها طابعي وفيها روحي ونفسي، ما بقدر اديها زول تاني. استمرت الايام ماشيه والطي عبد الله ظهر واشتهر واشتغل في الاذاعه. يعني حتى وجوده في الاذاعه ما استغل ميكروفون الاذاعه عشان ينتشر اطلاقا، ولا كان متلهف الى ميكروفون الاذاعه وبرامج الاذاعه عشان يشتهر. كثير جدا كان ممكن يكونوا في الاذاعه ويتخذوا من الاذاعه وسيله للظهور والانتشار، الا الطيب عبد الله. نفس الحاجه يعني ما استغل الاذاعه عشان يظهر، لكن بكل مقاومه النجاح اللي فيه ظهر الطيب عبد الله. وانا بقول انه وظل اقول هذا الكلام وقلت له انه التعب اللي تعبناه في الطيب عبد الله يعني نكون معاهم نسانده، مش نظاهره للناس، يعني نكون معاه ونشجعه، نختار له الغنى معاه الغنى، نسمع غناه، نسمع اللحن، يعني نمشي حفلاته، نعرفه بالناس، يعرفنا هو ذاته بالناس. ده طيب عبد الله يا اخوان. كيف هن عليك يا حبيب تسهيلاتي وتنسى عطفي عليك وحناني. كيف هن عليك يا حبيب تسهيلاتي وتنسى عطفي عليك وحناني. سيب الخصام والتعب صافيني يا حبيبي تقول يا أغاني. صابر وحيد سلوى يا أحزاني ظلمك علي يا ضنين أبكاني. صابر وحيد سلوى يا أحزاني ظلمك علي يا ضنين أبكاني. أنا في جحيم قضيت أيامي عطفك علي أنا طال حرماني. نرجع شويه للشندي، لان الشندي بالنسبه لي انا طبعا يعني افضاله لا تحصى، ومهما حاولت عشان اوفيها حقها بعتقد نفسي بكون مقصر. هي سبب وجودي في هذا المجال، يعني شندي وناس شندي وتشجيعهم لي وحبهم لي وكده، يعني خلاني انا فعلا الطيب عبد الله. وبجانب ده يعني كانت برضه الشعر يعني في اللحن في كل شيء كانت هي بالنسبه لي الراكب الاساسي يعني شندي. وفي بداياتي طبعا كان عندي اخواني في شندي سليمان عبد الله وعوض عبد الله، يعني ديل فعلا آزروني ووقفوا معي مواقف لا انساها لهم ابدا، لانهم يعني كانوا يشجعوني دائما عشان ما انجح في كل المجالات، مجال الفن، مجال الدراسه. وكان لي اصدقاء برضو اعزهم جدا اللي هم خضر جابر وعمر الامين، ديل برضو بدوا معايا المشوار وكانوا في يعني صفي دائما واقفين الى ان كانوا يساندوني في مجال الفن بالذات يعني. فدي يعني مسألة كان لابد لي من ذكرى بالنسبة لشندي. و يعني أنا برضو كانت عندي بدايات بتاع كتابة يعني الشعر، من بينها كتبت طبعا في شندي ذاتها كيف كان عليك يعني لما جيت بصفة رسمية للإذاعة. وافتكر برضه من الاغنيات اللي نجحت نجاح كبير جدا ولقت يعني رواج عند الناس. بالاضافه الى ذلك كانت في اغنيه برضه يعني الفضل فيها يرجع برضه لشندي ولناس شندي يعني وحي الاغنيه ذاته كان من شندي ذاتها، اللي هي اغنيه نبع الحنان. وافتكر الاغنيه هي في حد ذاتها يعني ما بتحتاج الى شرح، المعاني فيها يمكن هي بتحكي عن مضمون هذه الأغنية. والحقيقة أنا يمكن غنيتها في الستينات. أيوة. وبرضو لما كتبتها
ولحنتها، حسيت بأنها هي ما صادفني فيها أي نوع من التعثر أو ما حسيت بأنها يعني في حاجة وقفت في سكتي أنا، ونجحت الأغنية برضو نجاح كبير جدا جدا. برضه الواحد يشندي من ما كان يعني يشندي من حب لي أنا فيها ولناس وكده. وبعدها عملت أغنية طريق الشوق مشيناه، طبعا دي غناها الأخ عبد العزيز المبارك، برضه كلماتي أنا وألحاني أنا. وأديكم أنا الحقيقة حاجة كده عن نبع الحنان كانت كيف بدايتها، أو بداية اللحن كانت كيف، وما وصلت إليه دلوقتي زي ما أنتم تسمعوا. يا غالية يا نبع الحنان، يا در يا ست الحسان، يا غالية يا نبع الحنان، يا در يا ست الحسان. حبي ليك فاق الظنون، واخلاصي باقي مع الزمان. انا حبي ليك فاق الظنون، واخلاصي باقي مع الزمان. يا غالية يا نبع الحنان، يا در يا ست الحسان، يا غالية يا نبع الحنان، يا در يا ست الحسان. حبي ليك واخلاصي باقي مع الزمان. انا حبي ليك فاق الظنون، واخلاصي باقي مع الزمان.
خليني أنسى عذاب سنين قضيت بين هم والهياع. خليني أشعر بوجودي وانسى أيام الضياع. خليني أحيا على أمل لقياك لو كان بالخداع. خليني أحيا على أمل لقياك لو كان. خليني جنبك يا حبيبي قلبي ما يدول الوداع. خليني أنسى عذاب سنين قضيت بين هم والضياع. خليني أشعر بوجود الضياع. خليني أحيا على أمل لقياك لو كان بالخداع. خليني أحيا على أمل لقياك لو كان بالخداع. غصبا عني يا أملي وحياتي ضايت عليك. غصبا عني يا أملي وحياتي لقيت خطاي سايقاني ليك. لقيت مشاعري كله دقة في قلبي بيسلم عليك.
غالية يا نبع الحنان، يا درة يا ست الحسان، يا غالية يا نبع الحنان، يا درة يا ست الحسان. حبي ليك فاق الظنون واخلاصي باقي مع الزمان. انا حبي ليك فاق الظنون واخلاصي باقي مع الزمان. كنت عايزة أسأل الأستاذ الفنان الكبير الطيب عبد الله وهو مقيم الآن معانا هنا، ليه دايما إحنا في أغاني ومنحس نبرة الحزن ومنستشفها يمكن في كثير من وجدان الناس من زمان. يعني الواحد يعني كل ما يكون مجروح أو كل ما يكون متضايق يسمع الطيب عبد الله، ويمكن كلنا مرينا بفترة كده كانت شرايطك في جوانا أو أغانيك دايما معانا. الحقيقة يعني السؤال ده ما أول مرة طبعا أنا أسأله، فقابلني كثير أو صادفني كثير ناس سألوني السؤال ده، وأنا بفتكر إن الشعب السوداني بطبيعته شعب عاطفي ولا المسائل اللي يعني مسائل كل علاقة بالعاطفة وبالوجدان، وأنا بفتكر إنه الحزن في حد ذاته يعني يمكن أصدق غريزة في الإنسان. وبالإضافة إلى ده طبعا في مرحلة من العمر الواحد بيمر بتجربة قد تكون عاطفية وتكون يمكن إلى حد كبير فاشلة، وده يمكن يكون سبب أساسي في أنه خاصة الفنان يمكن يعني إذا مر بالتجربة دي تظهر في أغانيه، وخاصة إذا كان طبيعة صوته فيها أو معدن صوته ذاته فيه يعني هذه الرنة أو نبرة الحزن. امسح من خيالك ذكرياته، قالوا لي انساه امسح من خيالك ذكرياته، انسى كل الماضي ابعد عن طريقه وعن حياته، انسى كل الماضي ابعد عن طريقه وعن حياته، خلى بعدنا مالك فاتوا خلاك للزمن، بعدنا مالك سدن بتحن من
عشت فيها معاك هنايا السنين أنا عشت فيها معاك هنايا أقوى من قول العوازل واسمى من كلمة وشايا لو خلاص قلبك مثل الأيام معايا لو قلبك مثل الأيام معايا برضي راضي برضي راضي في الغرام كم من ضحايا بس تأكد يا حبيبي إنه حبك في دمايا
الوطن مهما طال غيابه الغريب عن وطنه مهما طال غيابه بصير ويرجع ثاني لقينا أهله وصحابه ده الغريب عن وطنه مهما طال غيابه الغريب عن وطنه مهما طال غيابه